صباح الورد يا صاحبي. والكومبو رجع الكومبو رجع الكومبو رجع ان شاء الله يا رب. حلقات كتيره غزيره وفيره يعني. هكلمك النهارده عن حاجه بقى هي واضحه زي الشمس، لكن وهي واضحه زي الشمس بحب اتكلم عنها، وهي عبقريه محمد عبد الوهاب، موسيقار الاجيال، كبيرنا، احد عواميد مصر في المزيكا. طبعا هو مش محتاج ان انا اتكلم يعني، بس هو زميل ولازم نتكلم عنه يعني، برضه ندعم الزملاء. محمد عبد الوهاب والست ام كلثوم، اهرامات مصر الحقيقيه يعني. في اغنيه ودارت الايام. انا ما اعرفش عبد الوهاب وام كلثوم عاملين كام اغنيه بصراحه، لان انا مش مؤرخ، واحب اوضح ده. انا راجل مش مؤرخ يا جماعه، انا راجل مزيكاتي مستمع، فبحب لما اسمع اركز في اللي حصل اثناء صنعه الاغنيه. دارت الايام غنوه كونسبتشوال، وفي ده احب احيي محمد شميس الناقد، لان هو بيحب الاعمال التي تعتمد على كونسبت. الكونسبت بتاع الغنوه دي ان هي المزج الدائم بين شكل غربي وشكل شرقي في الجمله. يعني ايه؟ يعني الغنوه اللي الانترو بتاعها فيه جيتار وبيقول تا تارا 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 تا تارا 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 تا تارا، هي نفس الغنوه اللي بتقول تا تارا تا تيرا تا تيرا تارا تيرا تارا 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 تارا. خدت بالك؟ الاتنين دول في ديل بعض. ونفس الغنوه اللي الكوبليه بتاعها بيقول وصفولي الصبر لقيته خيال وكلام هي نفس الغنوة، هو نفس الكوبليه بتاع وعيني عيني على العاشقين تيراراري تارارا. غربي شرقي غربي شرقي، سنس يداعب الجمهور الشرقي، الجمهور الكوميرشال في وقتها. طيب العبقرية في الغنوة دي أحد أوجهها يعني بالنسبة لي الكوبليه الأول. ليه بقى؟ عارف اما الشاعر يديلك بنية كده، بحر للأغنية، وزن وتقطيعة، فأنت كملحن تروح مشلفطه وعامل حاجة تانية. بص يا سيدي، كلام الكوبليه ده بيرقص بيرقص بيرقص. ازاي؟ اسمع كده. قابلني والأشواق في عينيه، سلم وخد إيدي في إيديه، وهمس لي قال لي الحق عليه، نسيت ساعتها زعلنا ليه. عارفين الرابر بتوع التيك توك بتاع امي سابتني في كيس السكر، مع الفرق في التشبيه يعني تماما، لكن قابلني والاشواق في عينيه، سلم وخد ايدي في ايديه، وهمس لي قال لي الحق عليه، نسيت ساعتها زعلنا ليه. فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي، بابتسامة من عيونه نسهالي أمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب للأحباب. خدت بالك الكلام بيرقص ازاي بجد؟ بس عبد الوهاب خده للمعنى المشهدي بين اتنين كانوا متخاصمين واتقابلوا بيعاتبوا بعض ومشتاقين، والكوبليه اختار فيه البيات. البياتي هنا بيدي كده شجن ووحشة وشوق، ما انت وانت رايح تقابل وفي خجل كده وفي شوق، تمشي ببطء. قابلني والأشواق في عيني، سلم 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 وخد. ما انت لما هتروح تقابل حبيبتك اللي كنتوا متخاصمين مش تسلم، هتسلم بشوق ولهفة. فيروح عبد الوهاب ما يخليهاش سلم وخد ايدي في ايديه، لا سلم سلم، وبعد كده بقى فرحان رقص سلم وخد ايدي في ايدي، خد ايدي في ايدي. وبعدين انت لما هتقول حقك عليا مش هتقولها بصوت واطي، وهمس لي قال لي الحق عليه، نسيت ساعتها زعلنا ليه. طب لما هتيجي تقول فين يا عم الكلام ده، خدت بالك فين الكلام ده؟ فين دموع عيني اللي ما نامت ليالي، بابتسامة من عيونه نسهالي أمر عذاب. طيب الجملة دي محيرة، لأن أنت بتتكلم عن الحب، والحب هو مرارة وحلاوة، فيبقى المقام والثبات على الدرجة فيه المرارة، والرتم المقسوم والغنى فيه الحلاوة. قمر عذاب وأحلى عذاب، قمر عذاب وأحلى عذاب، عذاب الحب، عذاب الحب للأحباب.
نيجي بقى نرقص بقى. ما قدرتش اصبر يوم على بعده، ما قدرتش اصبر يوم على بعده، ده الصبر عايز صبر عبد الوهاب يا جدع، عبد الوهاب، عبد الوهاب. والست ام كلثوم ودارت الايام. اجيب الشاي، تشرب شاي معايا؟